اكتر حاجه كانت مهمه بالنسبه لي في وقت زي ديت ان انا اعمل اللي يخليني انا حاسه ان انا راضيه عن نفسي، يعني مش اعمل زي حد، مش اسمع نصايح مين بيعمل كذا مين بيعمل كذا، محدش زي التاني في اي حاجه، فاعمل اللي انا شايفه ان انا كده خلاص انا عملت كل اللي ممكن يتعمل، انا مفيش حاجه اقدر اعملها انا ما عملتهاش تاني. يعني كل واحد ليه قدرات واسلوب. يعني انا مثلا مش حله داخله امتحان فيزياء، مش حله غير امتحان واحد قبل اللجنه بالظبط تراكمي يعني على البتاع كله، ومع ذلك كنت شايفه ان انا عملت كل اللي ممكن يتعمل لان انا كنت مقفله كل حاجه من وجهه، لكن في ناس كتير كانت جايه الامتحان حله مثلا 20 امتحان شامل وبتاع، فما قارنتش نفسي طب انا كده ما عملتش. لا يعني اللي حاسس ان هو محتاج حل يروح يحل، اللي حاسس ان هو تمام خلاص، اللي حاسس ان هو محتاج شرح يسمع شرح، مش مجرد انه سمع حد عمل حاجه يبقى هو لازم يعمل زيها، مش ده الكونسيبت. يعني هو من الاخر بتقول لك ما تستسلمش، شوف انت محتاج ايه واشتغل عليه. ما تقارنش نفسك باي حد لان دي اكتر حاجه ممكن توقع اي حد، ما تعملش زي حد وما تقارنش نفسك باي حد، اعمل اللي يرضيك انت واللي انت شايف ان هو بيجيب معاك انت نتيجه. طيب في ماده بتجمع درجات زي العربي واللغات عامه، انجليزي فرنساوي، حل اكتر ولا مذاكره؟ لا الانجليزي والالماني اللغات يعني الثانيه والعربي كل ده حل، بس حل اكتر جدا لان الحاجات دي متفتحه اكتر في النظام الجديد. مهما ذاكرت برضه هتلاقي حاجات برضه، هي مفيش حاجه تحفظها انت راح تلاقيها، هي بالتدريب بتلاقي نفسك خلاص مشيت ايدك. يعني دايما كنت بفكر فيها ان المدرس ده هو ما ذاكرش كتير، هو بس عشان شاف حاجات كتير قوي فهو خلاص كل حاجه بقت واضحه بالنسبه له، عارف كل الاسئله اللي ممكن تيجي. كنت دايما بعملها كده، يعني انا ليه المدرس عارف وانا مش عارفه؟ عشان هو شاف كتير وانا لسه ما شفتش بالظبط، فحل كتير عشان ابقى زيه. عشان بالظبط. شكرا جدا لوقتك يا عبد الرحمن، كل سنه وانت طيب. حاول تقرب من ربنا الفتره ديت، وحاول تركز اقصى قدر، وكل ما تتعب او كل ما تتعب نفسيا وكده فكر في يوم النتيجه، وفكر انك ازاي هتفرح اهلك. صدقني اليوم دوت هيهون عليك كتير قوي، وهيهون عليك كم التعب اللي انت تعبته. عارف انك تعبت نفسيا، وعارف والله انك بتمر بظروف صعبه، وعارف ان اهلك حاطين عليك ضغط، بس صدقني كل ده هيهون يوم النتيجه ان شاء الله. ربنا يعينكم ان شاء الله تحققوا اللي نفسكم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك بجد. احد الثانويه العامه والله ما اقدرش اقول غير الشهرين دول هم اللي سبب، بس الشهرين دول هم اللي حددوا المصير. يعني اخر شهرين دول تقدر تعمل فيهم كل حاجه، سيبك بقى من الوقت راح او ما راحش والكلام ده اللي هيحسم فعلا ال 99 من ال 60. ده شغل غير كده، وحتى لسه ما بداتش او موقع او لسه دول اهم شهرين. الله عليك يا فخر العرب، الله عليك. ثانيه ايه عشان يوصلوا للتوب ليفل بتاعهم، يعني يعملوا ايه؟ يدخلوا طب يعني؟ لا يوصلوا للتوب ليفل، يجيبوا اقصى حاجه يقدروا يجيبوها عشان بعد كده يختاروا باريحيه الكليه اللي هم عايزينها يعني عامه. بص، هو اهم حاجه المراجعه بجد. يعني انا في الفتره دي كنت في ثالثه ثانوي، مسكت ماده من الاول بعيد عن المدرسين بيقعدوا يكروتوا وبيقولوا كميه معلومات ممكن ما تجيش في المنهج او ياخروا الدنيا عشان الدروس والكلام ده. أيوة. لا انا مع نفسي بذاكر فصل بفصل، وانا عامل لنفسي جدول. اهم حاجه وتنظموا وقتكم وتعملوا تايم لاين في اليوم، ان هو في اليوم مثلا بتذاكر 5-6 ساعات، مش هتذاكر اليوم كله، مفيش حد بيعمل كده، بس تبقى منظم وقتك وعامل تايم لاين حلو، وعارف انت بتخلص كل ماده قد ايه، ان انت داخل الامتحان مراجعها على الاقل مرتين مثلا او 3 مرات، والباقي ده توفيق ربنا. بالنسبه لي اهم شيء هم ما يراكموش الماده، يعني يدرسوا اول باول، ما يراكموش الماده، يحطوا هدف في بالهم على التخصص اللي هم حابين يدخلوا، ما ييأسوش وما يضيعوش التعب اللي هم عملوه كل الفتره اللي فاتت. ويعني خلاص هانت، فخلاص يعني هم اكيد حتى هم حاسين ان هم نسيوا حاجه، فهي لا هي هم يبقوا فاكرينها بس محتاجين يراجعوا عليها. مراجعات بس، يعني جاست يراجعوا وهيفتكروا كل حاجه. دكتور على امتحان ثانويه عامه. ايوه. في ناس كتير حلمها خلاص هنا طب عين شمس وكده، فانت ايه نصيحتك للناس دي؟ يعملوا ايه الفتره اللي فاضله؟ الفتره دي بص، هو انا كنت اخر فتره بتاعتي دي كانت بالنسبه لي بجد اسوء فتره، عشان كان بقى كل الناس خلاص بقى اخر شهرين وبتاع، ولازم تشدي نفسك والجو ده، ما لهمش دعوه باي حاجه، لازم يركزوا في اللي هم بيعملوه. بجد ربنا مش بيضيع تعب حد ابدا، وطبعا الصلاه اهم حاجه يعني، بس وهو لو في خير اكيد ربنا هيكتبها. حل ولا مذاكره اكتر؟ الاثنين، بس النظام الجديد حل اكتر عشان يعدي على كل الافكار الممكنه. تقريبا على بدايه امتحانات الثانويه العامه، فاحنا عايزين بس نديهم نصيحه الفتره دي يمشوا عليها. يعني هي احلى حاجه تتعمل دلوقتي ان هم يكونوا بيجمعوا كل اللي شافوه، نفسهم تبقى هاديه، بياكلوا كويس، بيناموا كويس، فتره النوم وحشه قوي قوي، فلما ينظموا نومهم وياكلوا اكل صحي دي حاجه حلوه قوي قوي. مش اللي هيجيبوه في الامتحان عباره عن هدوءهم، وان هم يكونوا هاديين
ومفيش توتر. يعني التوتر بيضيع كتير بالظبط. يعني الفتره دي يبقى واحده حاجه ويعملوا اللي عليهم بس. بس كده يذاكروا كويس، ياكلوا كويس، يناموا كويس. بصراحة كان أكتر حاجة أو كان أكتر نصيحة يعني في ثالثة ثانوي كده الحل. بجد الحل الكتير كان بيفرق جدا في كل حاجة. يعني مش أكتر حاجة المذاكرة أو كده بالنسبة للنظام الجديد. هو مش أكتر حاجة المذاكرة، هو أنا بس أفهم المعلومة وأطبق عليها كتير قوي. دي أول دفعة نظام جديد؟ فأنا بجد اللي هو بالنسبة لي أنا كنت بحل كتير جدا، أو المذاكرة اللي هو أنا بفهم الحاجة بس، فكان الموضوع بجد بيفرق معايا. يعني جاست حل كتير فيبقى عدى عليا جميع الأفكار، فالمذاكرة مش هتبقى أنا بجد والله العظيم في الامتحان كان عدى عليا افكار من اللي انا حليتها، رغم ان الامتحان اصلا مش عادي ان هو يجيب افكار من اللي انا شفتها قبل كده. ايوه. فبالنسبه لي الحل كان جامد. شكرا جدا. والله مش عارف، انا يعني ذاكرت في شهر 5 بصراحه، كنت شهر 4 ده حاولت اخد نفسي شويه، عملت كل اللي اقدر عليه يعني عشان يكون عندي طاقه للشهرين اللي بعدهم يعني. يعني انت ريحت اصلا في النص وقدرت في الاخر توصل للطب برضه. بس يعني مش ريحت خالص، لانه برضه في نوعا ما فتره كده لما انت بتريح خالص بتفصل خالص مخك بيفصل، يعني بتبقى صعب ترجع. لكن انت اللي هو اعمل البير مينيموم يعني اللي يخليك يعني بالجاست ان انا ارجع خليك في المود وعلى التراك، بس بعد كده تعرف اخد نفسي بس. حاول تعرف او حاول تعمل تعرف طيب تحب تعمله بالظبط. هو يركز على الحل من وجهه نظرك ولا يذاكر كتير؟ لا دايما الحل اهم من المذاكره حتى في الكليه يعني. لان الحل هيبقى يعرفك ايه اللي واقع منك اصلا في المذاكره. وبرده بيخليك يعني نوعا ما بيدي نوع من انواع الايه الثقه بالنفس مثلا. اللي هو لما يحل كتير فهيدخل بثقه بالظبط. هو في الامتحان بيبقى محتاج ثقه في نفسه اكتر من معلومات من وجهه نظري يعني. على امتحانات الثانويه العامه، فايه رايك تنصحهم بايه الفتره دي؟ لا اقول لهم كل واحد يمسك في حلمه، حرفيا نحارب على اغلى حاجه في الدنيا وبنعمل يعني احسن حاجه في الدنيا، فدي تسهل ان انت تعمل فيها اقصى حاجه يعني. حرفيا كل التعب يكون من اجل ان انت تسعد وتساعد عيالك، مش هقول لك غير كده. ده اللي انا بقوله لنفسي وبقول اللي لو عايز اقول لحد اقوله. بجد ربنا يجزيك الخير. بس يعني في حته المذاكره تنصحه يعمل ايه عشان يذاكر بفاعليه اكتر؟ المفروض بفاعليه اكتر، اللي هو المفروض يبعد عن اي مشتتات، المفروض يركز في الحاجه اللي هو عايز يعملها بالظبط، يروح مدي كل طاقته للمذاكره بس. يعني كل طاقتك على فكره ركزها في حاجه، في هدف واحد. حل اكتر ولا استرجاعه المذاكره؟ لا حل اكتر. حل هيجمع لي افكار فيعرفني انا مسقط فين. حل اكتر. انا ذات نفسي لما بحل في الكليه الحاجات اللي بقع فيها هي دي بتعرفك انت مسقط ايه وكده، فبترجع تظبطها. شكرا جدا لوقتك كريم. مع السلامه. وكنت بتعملي ايه في الفتره دي عشان توصلي للمكان ده؟ هو انا كنت بقى يعني بعمل اللي عليا وكده، ما كنتش متوقعه نتيجه معينه، اللي هو انا هعمل اللي عليا عشان ارضي نفسي. بالظبط. يعني ابقى عملت اللي عليا عشان ما ندمش بعد كده. بالظبط. كل واحد يعمل اللي عليه عشان ايه ما يجيش في لحظه كده اللي هو انا كان نفسي اعمل كذا وكان في ايدي كذا وما عملتوش. بالظبط. ما يجيش في مقتبل العمر يندم على المجهود اللي ما عملوش. كان في حاجه وما عملناش. بالظبط. طيب حل اكتر ولا مذاكره؟ حل اكتر. يزودوا خبرات في الحاجات اللي يعني لو كان في مدرس دايما بيقول لي ايه، لو هتحل ساعه حل قصادها 3-4 ساعات. لو هذاكر ساعه هحل قصادها 3-4 ساعات. لان الحل فعلا بيفكرني بالحاجات اللي مش مذاكرها كويس اصلا. وغير كده اللي هو ايه، مثلا لو غلطت في حاجه هفضل فاكره ان انا غلطت في النقطه ديت في الامتحان يعني. بالظبط. هي دي فعلا الحاجه الجميله جدا. اتمنى ان انا ارجع اعملها بجد يعني. خلاص دخلنا الكليه كده. شكرا. شكرا جدا.